شبين القناطر حبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه. ثم محضر آخر يحمل رقم 7439 لسنة 2020 جنح شبين القناطر حبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه. ثم رقم آخر يحمل رقم 20394 لسنة 2020 جنح شبين القناطر حبس 2 سنين وكفالة 20000 جنيه. ثم محضر آخر يحمل رقم 28/8/80 لسنة 2020 جنح شبين القناطر 2 سنين وكفالة 10000 جنيه. ومحاضر أخرى داخل شبين القناطر ثم مدينة سمنود بمحافظة الغربية، ثم مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، ثم محافظة الدقهلية، وما خفي كان أعظم. هذه السيدة تتلاعب بالمواطنين، بل بتتلاعب برجال الأعمال عن طريق الإخوان المسلمين. ثم بعد ذلك هذه السيدة تقوم بجلب الأموال وتقوم بعمل غسيل داخل مصر. والغريب في ذلك أنها تعمل وتقوم بالإرسال كل 10 أيام، تتوجه إلى السعودية ثم العودة إلى مصر، ومن مصر تذهب مرة أخرى إلى قطر، ثم العودة إلى السعودية، ثم العودة إلى مصر، ثم بعد ذلك 10 أيام الأخيرة من كل شهر تتوجه إلى تركيا، وبعد ذلك ثم العودة إلى السعودية، ثم العودة إلى مصر. السؤال هنا: هل مطار القاهرة أصبح عصبة خاصة لديها ولدى جماعتها جماعة الإخوان المسلمين؟ هل مطار القاهرة هو الآن بمثابة بيتها تفعل كما يحلو لها؟ من الذي يقوم بعمل ذلك؟ ومن الذي يدعمها من بعض ضباط الشرطة الغير شرفاء؟ من الذي يقوم بالتمويل والغطاء عليها؟ غطاء كثيف جدا، غطاء كثيف جدا. لدينا معلومات خطيرة جدا لم يتم التنويه عنها حتى هذه اللحظة، لم يتم التنويه عنها، ونتمنى ضبط وإحضار هذه السيدة في أسرع وقت. نتمنى من وزير الداخلية ضبط وإحضار هذه السيدة في أسرع وقت، وتنفيذ ليست الأحكام التي عليها التي تصل إلى 50 عاما، بل لديها هواتف لو تم جلبها سوف نعلم أن لديها تشكيل عصابي دولي خطير جدا. هذه السيدة هل هي تجلس الآن في مدينة جمصة في 15 مايو؟ أم هذه السيدة تجلس في مدينة القاهرة؟ أم هذه السيدة ما زالت في مدينة شبين القناطر؟ من الذي يتستر عليها من داخلية؟ هذا هو السؤال الموجه لوزير داخلية مصر. من الذي يتستر على هذه السيدة؟ نرجو ضبط وإحضار هذه السيدة في أسرع وقت، ثم بعد ذلك يتم القبض على من ورائها من هذا التشكيل العصابي، ليس داخل مصر بل خارج مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما وأبدا معكم عبد خليل، صحفي بجريدة الوقت.